فبدأوا بقى الشروط بتاعت تقول له كده: محمد يا علي، انت هتعيب بلاد الشام والجزيرة العربية للسلطان العثماني. مش بس كده، كمان احنا هنثبتك على حكم مصر، وهتعلن خضوعك للسلطان العثماني. من النهارده ورايح انت بتحكم مصر بس. محمد يا علي، لازم تنفذ كل الأوامر، لازم تنفذ كل الأوامر يا محمد يا علي. فبص لهم محمد علي بنظرة انكسار وقال: أنا محمد علي، أنا اللي قعدت مصر على الترابيزات الدولية، أنا اللي خليت لمصر ليها شأن عظيم ما بين الدول، أنا اللي زرعت وأنا اللي قلعت وأنا اللي صنعت، أنا اللي فتحت المصانع من تاني، أنا اللي خليت لمصر ليها قوة عظيمة، أنا اللي خليت لمصر ليها جيش وأسطول محدش يقدر عليه، أنا اللي ساعدتك يا سلطان يا عثماني، أنا اللي ساعدتك إنك تخلص الحروب الوهابية، وأنا اللي ساعدتك إنك تخلص في شبه الجزيرة العربية بالجيوش بتاعتي يا سلطان. أنا ساعدتك كمان في حروب المورة، على الرغم إن أنا خسرت بس كله كان فداك يا سلطان. أنا اللي خليت لمصر ليها شأن عظيم، وخليتها تقعد على الترابيزات الدولية معاكم مع الدول الأوروبية دلوقتي. أنا اللي خليت الدول الأوروبية كلها تيجي وتقعد مع مصر وتتفاوض معاها كمان. أنا عملت كتير لصالح مصر، وكل ده وعايزيني إن أنا أتنازل عن كل ده؟ عايزيني إن أنا أوافق على المعاهدة؟ أنا دلوقتي محمد علي بضطر اللي أنا بقبل وبوافق على شروط المعاهدة. فبدأ محمد علي بقى اللي هو يوافق على شروط المعاهدة.